غادي نهضر على قناه محبوبه اللي واخا يعياو ما يعايروهم ويعياو ما يسبوهم ما غيلحقوهمش بالرضا ديال الوالدين ديالهم، وكل سلبياتهم حنا كنتقبلوهم على قبل الاحترام ديالهم لوالديهم. وكنعتبر هاد القناه ديال محبوبه اكثر قناه فيها الايجابيات اكثر من السلبيات، وهاد الايجابيات لاعبين دور كبير علينا في هاد الحياه. لان خوتي العزاز هاد الزمان اللي ولينا كنشوفو زمان قبيح وقليل فين بقاو بحال هاد الناس هادو اللي هما قناه محبوبه، اللي كيحاولوا انهم يواسيو بعضياتهم ويتشبتوا بعضياتهم بالاحترام وبرضات الوالدين اللي مركزين عليها ومخليين عريساتهم يحترموا عجوزهم وشيخهم. واكثر حاجه كتخلي با محمد يبكي وينزل دموعه على خدو فهي هاد اللمه هادي اللي دايرين به وليداتو وعريساتو واقفين معاه، وفاش كيشوف ولادو وعريساتو ولادو كيقولوا له كلام طيب كيزيد يتغلغل وكيبكي، لان كيشوف اخوتي العزاز بعض الناس اللي ما كيدوهاش في والديهم وما كيعتبروهمش. ماشي كل شيء، ما كنعممش، ولكن كاينين الناس اللي هما مساخط وكيقابلوا غير عباد الله فين ما داروا شي حاجه مزيانه كيحاولوا يضربوا لهم في الشرف ديالهم والعرض ديالهم. البارحه اخوتي العزاز كنتفرج في واحد اللايف وكنشوف واحد السيد اللي الصراحه بيت كيشرق ويقطع في قناه محبوبه في ام حليمه عفوا، كيعيبها وبا الحجوي وكيتمناو لهم المرض، ويعني وكيحاولوا كيقول لك هادوك الله يعطيهم الغرق، الله يدير لهم، الله يفعلهم، لان كياكلوا رزق الناس وكلاو رزق الجاليه، ومهما يديروا راه ما ربي ما غيسمح لهمش، وهذوك ما يستحقوش انني انا ندعم معاهم. المهم السب والقذف في قناه محبوبه لا حول ولا قوه الا بالله. ولكن غادي نفاجئكم اخوتي العزاز، ولكن بعد ما انني نعطي التحيه لكم كبيره. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه. خوتي العزاز لايك ديالكم وتعليقاتكم والهلا خطيكم يا احلى واغلى متابعين، وشكرا لكم على المسانده والدعم ديالكم والتشجيعات، ومرحبا بالناس اللي انضمت لي جديده. سمعنا عبد الرحيم في المكالمه ديالو اللي قال لك بانه بغى يصيفط با الحجوي يقيدو في الحج، وقيد واحد معاه في الدراري، وحسن قال له خصك تصيفط، يعني الحسن قال له خصك تصيفط حسن اللي كبير اما انا راني صغير. المهم الله يوفقهم كاملين وكل شيء كيتمنى يمشي لذاك المقام، لان ذاك المقام مقدس سبحان الله العظيم، كيترتاح فيه النفس وكيخفف بنادم راسه من الذنوب، لان انا ما كاينش بنادم اللي كيخطاش، كلنا خطاؤون خير الخطاؤون هم التوابون، والله يسمح لينا وصلنا لذاك المقام اخوتي. هنا غنشوفوا بان حفصه واقفه مع با الحجوي وبغات تمشي معاه للطبيب. الصراحه كيف ما كيعتبرها هو بحال بنته حتى هي راه كتكن نفس الحب ونفس الاحترام، ويعني مسانده وواقفه معاه وعزيز عليها. فالصراحه بقى في با محمد وهو كيبكي عز عليا، لان ديما هو كتجيه ديك البكيه، ديك القهره ديال الحنان. كنت نسمع انه حنين غير شويه كيبدا يبكي، راه كانت هكا واحد الوالده ديالي سبحان الله العظيم. الناس اللي كيكون قلبهم زوين غير شويه كينهراو بالبكا، غير شويه ديال المرض كينهراو بالبكا، وغير ديك اللمه كما قلت لكم ديال الاولاد ودايرين به عريساتو فراه غتبكيه. فالله يشافي با محمد ويعافيه يا ربي الحبيب. لان خوتي العزاز دابا ما كنعرفوا شكون السابق وشكون اللاحق. الانسان كيكون غادي صحيح في صحيح وتا كيطيح صافي كيسكت له القلب، كيمشي من هي ليه، ما كيودع الدنيا، ما اصلا هو كيكون مشى ما سخاش بالدنيا وما كملش الاشغال ديالو اللي كان غادي يقوم فيها في الدنيا، لان كان كيقول غادي ندير وغنفعل وغنترك، كتجي الموت كتخطفو فرمشت عين. ولكن هذيك هي طريقنا خوتي العزاز. والله يشافي با محمد ويعافيه يا ربي، ويشافي جميع المسلمين يا ربي، يطول عمره ويخليه لوليداتو وعرايساتو اللي كيبغيوه ومرتو كل شيء محتاجينه، العائله كامله محتاجاه. والصراحه كنفرح بالمكالمه ديال عبد الرحيم، وجهو تنور. كان مسكين خايف ولكن مهضره مع عبد الرحيم فرح. المهم خوتي العزاز اليوم التعاليق كانوا برعايه حفصه، جيتي فنه، حفصه جيتي غزاله، حفصه جيتي طوب، حفصه الكسوه جاتك فنه جات معاك. المهم حفصه كتحمق. المهم كانوا تعاليق كلهم برعايه حفصه جيتي طوب. المهم كنشوف ان حفصه عندها واحد الكم كبير ديال المعجبين اللي كيخليو تعاليقهم ودائما كتعجبهم حفصه كيف ما
كانت حفصه واللي لبساتو كيشجعوها فيه، وخصوصا مؤخرا. شحال هادي كانوا كيقولوا انت مدلوله، انت ما كتلبسيش، انت ما كديريش، انت ما كتفعليش، ولكن مؤخرا كل شيء ولا كيمدحها. وشفنا مؤخرا الحسن حتى هو ضعاف، وحتى هو ولا كيلبس اسيدي، وحتى هو ولا كيسكسف على الحاله. ايوا هكاك الحسن، خاصك تكون بنفسك لا انت ولا حفصه. ما تخليش بنادم يهضر عليك ويقول عليك زقرام، ما تخليش بنادم يقول لك يقول لك خصك تهلا في مراتك حتى يقولوا لك الناس. لا 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 لا, لا. هذيك مراتك والزوجه ديالك، واجب عليك انك تهلا فيها وتهلا فيك. هاي على الحسن والرومانسيه مع حفصه. والصراحه حتى الرومانسيه اللي كانت اليوم بين الحسن وحفصه اللي قال لها واش هاد الشيء حفصه، دائما حفصه كيغازلها الحسن. هكا بغينا شويه د الرومانسيه خويا. هي خصنا شويه د الرومانسيه في الفيديو ديالك انت وحفصه، واهتمامك الكبير خصو ضروري يكون مع حفصه، لان حتى هي تستاهل انسانه طيبه وانسانه محترمه متخلقه ثقيله مثبته مرزنه. فحفصه تستاهل الرومانسيه وتستاهل كلمه طيبه. وهي اصلا عزيزه على العائله كامله. الله يحفظها ويحجبها يا ربي الحبيب. هادشي اللي غنقول لها، ولا يخلي لها بنيتها ان شاء الله تشوفها كيف بغات، ورزقها ربي بشي وليد ان شاء الله يا ربي ينور حياتها. ومازال ان شاء الله الحياه القدام لا هي ولا الحسن، ومازال كيديروا في المستقبل ديالهم، ومازال غتهلا حفصه في الام ديالها. بالنسبه للناس اللي هضروا على الام ديالها، لان كيقول لها سير عند امك تعطيها شويه الحنان باش بنتك تعطيه لك. المهم الصراحه كاين الناس اللي كينتقدوها وكيجرحوها، ديما سيري لامك، عطي لامك، ديري لامك، حني في امك. كيردوا حفصه بحال ما كتحملش امها، بحال امها كتسخط عليها، وكيقولوا لها راكي مسخوطه. ولكن حنا ما شفناش هذا الشيء، شفنا غير العلاقه الطيبه مع حفصه والام ديالها. راه حنا شفنا هذاك النهار كيفاش حضناتها وكيفاش عنقاتها. غير فاطمه هكاك دايره كتبغي تجبد راسها. ما شكون اللي قلع لها بدات تمشي لعند الناس ديال بنتها وتجلس معاهم وتنشط معاهم وتفرح معاهم وتخرج معاهم، لان غير بوحدها ومنين تعيا تمشي لدارها. ولكن لا، هي في شكل فاطمه شاده تيقارها. فلهذا كنقول لكم ما تبقاوش تنزلوا اللوم على حفصه. حفصه راه كتمشي عند امها وفاهمه امها وعارفه امها بلي انها عصبيه ومقلقه ومريضه، والله يحس العوان اخوتي العزاز. ربما هذيك السيده ماشي لخاطرها وكتلوموا بنتها يعني كتعلموا الغيب. بنادم باش يعلم الغيب ويقول لك لا راها مسخوطه وراه ما كديرش وراه ما كتفعلش وراه ما كتركش. ولكن حنا كنشوفوا حفصه كدير مجهودات جباره وهي متفقه مع راجلها. الناس فاش كيقول لها راك غالب عليها، ولا الحسنه راك غالب عليها، وكيهجموا عليها اصحاب الدار ولا يهجموا عليه المتتبعين، راه حفصه ما كتبغيش على الحسن. فلهذا كنقول لكم بلا ما تبقاو تديو الذنوب وتشرقوا وتقطعوا في هذه العائله هذه. فراه صراحه كيعطيو واحد الصوره زوينه، راه من حفصه حتى الحسن. حفصه عطات واحد الصوره زوينه على العريسات، يعني اصغر عروسه في عريسات ام حليمه، ومع ذلك مثبته ومرزنه ومثقله وعارفه اش كدير وصباره. لان صراحه البنات اليوم اخوتي العزاز ما بقاش عندهم الصبر. دابا كنشوفوا يعني البنت غير كتجوج كتكبد بالراجل، كخصها تفرق ودير دارها بوحدها ودير اللي بغات وتخرج وتدخل ودير ما بغات، يعني كتبغي تفرض راسها وعلى الراجل وعلى ناسها. والله الا انا خواتاتي جوجوا في عام واحد سبحان الله العظيم. وحده جوجت ولدها وجلست معاه غير عام وقالت له خصنا نفرق. عاوتاني الاخرى يعني جوجت ولدها وما جلستش معاه حتى شهر، وبدات يعني تفرض عليه راسها وبدات كتشرط وبدات وزيد. فلهذا انا كنشوف حفصه قمه الرقه والاحترام والاداب والصبر والطاقه الايجابيه. فلهذا قليل فاش كنشوفوا هاد بنات الناس. ومع ذلك راه حفصه بنت العشرينات لهنا. ودابا كيقول لك هذا الجيل ديال من العشرينات لهنا جيل يعني قاصح. ما البنات اليوم ما عندهمش الصبر، وكيبغيو يسيطروا وكيبغيو يحكموا الراجل وبغاو يحكموا وبغاو يعزلوا وبغاو يديروا ديالهم بوحديتهم. ولكن هاد العائله الصراحه كتعطينا صوره زوينه. ولو يكونوا كيمثلوا، انا كنقول لكم ربما كاع يكونوا كيمثلوا ولو يدخلوا شي مره التمثيل. وحرك حنا ما كنشوفهمش كيمثلوا، حنا كنشوفهم كيشاركوا اليوميات ديالهم. ربما كيخبيوا واحد الجزء او كيشاركوا واحد الجزء بسيط من حياتهم، ولكن على الاقل كيبارطاجيو معنا الطاقه الايجابيه اللي يستافدوا منها الناس، باش الناس ياخذوا العبره من هذا الرضا، من المعامله، من اللمه ديالهم، من الصبر ديالهم، من الحب ديالهم والعلاقات ديالهم مع بعضياتهم. فلهذا
كنشوفوا الاسره ديال ام حليمه وبا محمد اسره زوينه، فالله يطول عمر ام حليمه. وبا الحجوي الله يشافيه ويعافيه، ضروري خصو يركز مسكين على ريجيم. بزاف الناس عطاوه نصائح على الدنجال، على لانه هو مسكين مشكل عنده كوليسترول، عنده السكر، ويعني هذه حاجه صعيبه، خصو ينضبط شويه مع الريجيم. او ممكن يكون عندهم نفس المرض، حتى فاطمه الزهراء غتكون عندها السكر، والحسن او حسن عفوا حسن السكر، اما الحسن داير غير ريجيم وصافي، رشيده دارتها هي غير ريجيم وصافي. وفاطمه الزهراء هادشي اللي بان لي خوتي العزاز، ما كنظنش ان يعني المرض ديال سميتو كيقولوا بعدا المرض ديال هذا التكيس المبيض يعطيوك داك الريجيم، ما كنظنش، والله اعلم اخوتي العزاز. وحنا كنتمناو الشفاء العاجل لجميع المسلمين اجمعين يا ربي الحبيب. وهذا كان الفيديو ديالي. تبارك الله على حفوصه مشات مع باها اللي كتعتبره في المثابه ديال الاب ديالها، حتى هو كيعتبرها محل بنته، فضلها على بنته، فضلها على العريسات مزيان اللي وقفات معاه ومشات معاه. المهم اخوتي العزاز، هذا كان الفيديو ديالي، نقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.